اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حياه مهاجر بامريكا. كل عام وانتم بخير، يا رب تكون السنه جديده سعيده علينا كلنا، تكون مليانه بالسلام والفرح والامان وتحقيق الاماني. الحقيقه وقع في ايدي تقرير من الشامبر اوف كوميرس في امريكا، والحقيقه كان بيتكلم عن العماله او الوظائف في الولايات المتحده سنه 2022. هيكون مهم جدا بالنسبه للناس اللي جايه جديد امريكا، الناس المهاجرين جداد، لان المعلومات اللي فيه مهمه جدا، فتابعونا. الحقيقه في التقرير جه على لسان الشامبر اوف كوميرس ان في 10 مليون وظيفه خاليه في امريكا. في unemployment في امريكا 6 مليون بس. يعني على فرضيه ان ال6 مليون امريكي اشتغلوا بالكامل، سيظل هناك 4 مليون وظيفه متاحه في امريكا مش عارفين يملوها ازاي. بتقول برضو الشامبر اوف كوميرس ان امريكا فقدت 3.3 مليون عامل من القوة العاملة في امريكا من سنة 2020 لغاية النهاردة. دول مش موجودين خالص، يعني عندهم عجز في 3.3 مليون عامل مش موجودين في سوق العمل من اساسه. برضو في التقرير جه حاجة مهمة قوي، ان الاشغال اللي هي بتحتاج كاستمر سيرفيس عالية قوي او محلات الريتيل في خلال السنة دي فقدت مليون عامل مش قادرة تغطيهم. يعني تابعوني، الكلام ده مهم جدا، يعني الكلام مهم جدا جدا للي جاي جديد ومش عارف الدنيا ماشية ازاي. التقرير ده بيوضح حاجات مهمة قوي. يعني قال برضو التقرير ان المجالات اللي فيها عجز في العمالة هي الخدمات الصحية، يعني مثلا لو في دكاترة، في ممرضات، في فنيين أشعة، يبقى الهيلث كير فيها مشكلة عندهم. مجال المواصلات فيه مشكلة، سواقين الباصات، سواقين التراكات عندهم برضو فيها مشكلة. محلات الريتيل، محلات التجزئة، محلات الأغذية، الفندقة، الحاجات اللي فيها كاستمر سيرفيس عالي او احتكاك بالناس برضو فيها مشاكل. دي قطاعات فيها عجز في العمالة. برضو المجالات اللي هي فيها خدمات اجتماعية ما بقتش برضو عندها اكتفاء، محتاجين عمالة فيها. برضو التقرير دوت اتكلم عن الاسباب، ايه اللي بيحصل في امريكا، ايه اللي حصل. ده شيء غريب جدا، دولة زي امريكا، بلد ضخمة جدا، قارة تقريبا، ايه اسباب اللي بيحصل ده؟ فين يعني فين ال 4 مليون اللي مش لاقيينهم؟ في 4 مليون مش لاقيينهم. يعني ده بيقولوا هم يعني لو غزوا السوق او هم يعني كملوا كل العمالة في امريكا، هيفضل في 4 مليون عجز مش لاقيينهم. ليه الكلام ده حصل؟ تعالوا نشوف الاسباب. بيقولوا ان سنة 2020 اللي هي فيها البانديميك، اللي فيها الوباء، حصل 120 ألف بيزنس في أمريكا قفل، حتى لو قفل مؤقتا، وده نتج عنه 30 مليون عامل أو موظف في أمريكا أصبحوا بلا عمل. 30 مليون. طب النهاردة بعد اللي حصل ده، وبعد ما بدأت الشركات تاني ترجع وتفتح، وحتى في بيزنس جديد بدأ يتفتح هنا وهناك، ما زال عندهم عجز. طب ليه العجز دوت؟ الناس دي راحت فين؟ هنتكلم في أسباب العجز ونعرف ليه ده بيحصل في سوق العمل الأمريكي. خليكم معنا. طبعا أمريكا يعني عشان تحتفظ بالريادة وعشان تحتفظ بالرواج الاقتصادي، دفعوا حاجة بيسموها stimulus checks للمواطنين الأمريكان، ومبالغ ضخمة جدا جدا. يعني اللي سابوا الشغل، الناس اللي هي فقدت الشغل، خدوا مبالغ ضخمة، يمكن أكتر من اللي هم بياخدوه بكتير. يعني لو كان حد موظف بياخد في الفئة المتوسطة يعني 2000-3000 دولار في الشهر، أصبحت أسرته بتاخد لها حوالي من 5 ل7 آلاف دولار في الشهر، فأصبح فيه فائض. والفائض دوت نتج عنه زيادة في المدخرات للأمريكان مقدارها 4 تريليون دولار. 4 تريليون ده مبلغ ضخم جدا في حسابات الادخار للأمريكان. وطبعا ده اللي احنا شايفينه من البنوك، يعني هم عندهم كل حاجة إحصائيات وكل حاجة بيانات. طب في ناس كتير ومهاجرين كتير ما بيحطوش في البنوك، أو بيبعتوا فلوس بره، أو سكك كتير يعني. لكن اللي متشاف 4 تريليون دولار
4 تريليون دولار. وده خلى الناس مش عايزه تشتغل. يعني ايه اللي يشغلني طالما انا عندي مدخرات تكفيني؟ لغايه اللحظه اللي بكلمكم فيها، لغايه اللحظه اللي طلع فيها التقرير، الناس مش عايزه تشتغل، قاعدين في البيت. بعض الفئات قالت انا مش عايز اشتغل، انا يعني هقضي وقتي اراعي اطفالي ومش عايز انزل. بس ده سبب يعني اذا طب اين الدخل؟ يعني بتجيب منين دخل؟ مش عارف. يعني انا برضو دي نقطه غايبه عني، الا اذا كانت بتندرج تحت حته الادخارات او بتندرج تحت حته الرعايه الحكوميه ليهم، فمش عايزه تشتغل. في ناس تانية، فئة تانية سألوهم، دي نسب بس مش عايز اقول يعني نسب، يعني بقول بالتقريب كده دي الاسباب، مش عايز اذكر النسب عشان ما نتوهش على الفاضي. في ناس قالت انها خايفة انها تتعدي او يجي لها المرض تاني، هو ما زال في كورونا. في ناس خايفة وعندها كده وسواس قهري انها ممكن تعيا يعني تموت من كورونا، فمش عايزين يشتغلوا. ناس تانية تعبت من كورونا وما بقوش قادرين يشتغلوا تاني، او خايفين ان هم يجربوا التجربة تاني فرافضين العمل. في فئة تانية بترعى الناس المرضى اللي هم أصبحوا غير قادرين على العمل دلوقتي، فقاعدين يرعوه. لأن في يعني برضو يعني برامج في أمريكا بتحمي الناس اللي هم زي دول، ناس كبار في السن. لو حد تعبان فممكن حد من أسرته يرعاه، وبياخد مرتب كأنه يعني بيشتغل عند حد غريب، ممكن يكون والده أو والدته وهكذا. يعني بيدوله برضو بالساعة وهكذا، الحكومة اللي بتديله المرتب ده. فعشان كده برضو مش عايز يشتغل بره. ده يعني حاولت ابسط لكم الموضوع قوي 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 يعني. بس يعني قلت اللي يهمنا احنا كمهاجرين مصريين وعرب، لما تيجي انت هتدور فين؟ عرفنا القطاعات اللي فيها عجز، عرفنا القطاعات اللي هي بسرعة جدا هتستوعب أي عمالة جديدة. يعني محلات الريتيل هتستوعب أي عمالة جديدة، محلات الأكل، الفندقة اللي عنده خبرة في الفنادق، اللي عنده خبرة في الهاوس كيبنج، واللي عنده خبرة مثلا الشيفs والناس اللي هي ريسبشنست وعندها لغات وكده، مظهرها كويس، سنها يكون يعني شباب، هيلاقوا شغل بسهولة في الفندقة. في ناس هتلاقي المطاعم كانت شغالة في مصر مثلا في يعني KFC أو شغالة مثلا في ماكدونالدز، يعني سلسلة المحلات الأكل دي فيها عجز برضو، بيعانوا جدا منها. يعني في ناس كتير أو أزواج رجال بيقعدوا في البيت عشان الترافلينج نيرس ديت تقدر تشتغل، لما بتروح كل يوم مستشفى شكل، كل يوم حتة شكل، فدخلهم عالي جدا. فبيضطر الراجل يقعد يراعي الاولاد والست هي اللي تشتغل، لان دي وظيفه هايله جدا في امريكا. الحاجات اللي زي كده بتبقى عاليه، يعني فنيين الاشعه، الحاجات اللي هي محتاجه تقنيه معينه واللي فيها عجز. يعني كل الفئات دي لما تيجي امريكا هتلاقي شغل بسهوله، يعني ان شاء الله في الفتره اللي جايه. خصوصا نقدر نقول التقرير طلع في شهر نوفمبر، فبنتكلم على، مش عايزين يعني نتكلم على 2023 كلها، لكن نتكلم على 3-4 شهور الجايين. هي دي القطاعات اللي فيها عجز، وهي دي اللي انت ممكن تلاقي فيه شغل بسهولة. يلا في اخر الحلقة بقول لكم تاني كل سنة وانتم طيبين وفرحانين باولادكم. ربنا يسعدكم جميعا. واتمنى اللي هو ما اشتركش يشترك. لا تنسى عمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.